تكوين عبد الله رشدي ومناظرة اسلام البحيري. هتكلم عن الموضوع ده مع اني ما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده، بس قبل ما هنتكلم في قصة قصيرة بسيطة كده من الزمن ومن التاريخ، لان احنا طبعا بنستفاد من التاريخ ومن الزمن. ببساطة كان زمان في حاجة اسمها القسطنطينية، طبعا عارفين محمد الفاتح اللي راح يفتح القسطنطينية. في حاجة سموها الجدل البيزنطي. ايه هو الجدل البيزنطي؟ كان محمد الفاتح راح يفتح القسطنطينية، والناس فيها بيعملوا ايه؟ بيتناقشوا في ايه؟ بيتناقشوا مين داخل عليهم؟ بيتناقشوا ازاي هيردوا اللي عادوا مثلا؟ لا، امال بيتناقشوا في ايه؟ بيتناقشوا في قضية اهم: ما هي جنس الملائكة؟ هل الملائكة ذكور ام اناث؟ سابوا العدو اللي داخل عليهم، سابوا بلادهم، سابوا كل المشاكل اللي حواليهم، واهتموا بقضية عقائدية مهمة جدا من وجهة نظرهم، وهنا سموه الجدل البيزنطي. ان اتنين يقعدوا مع بعض، كل واحد عنده رأي، يقعدوا يتناقشوا، وبعد ما يتناقشوا ده يقتنع برأي ده ولا ده يقتنع برأي ده، ولا ده استفاد حاجة ولا ده استفاد حاجة، ورمنا ماشيين ومفيش أي حاجة حصلت. نيجي نتكلم في نفس الموضوع تاني ونتناقش فيه مرة تانية، ونقول كل واحد يقول رأيه مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة ومليون في المية، وكل مرة ولا أي استفادة ولا أي تغيير ولا أي حاجة حصلت. ده سموه الجدل البيزنطي، اللي هو لا بيفيد ولا أي لازمة، وبيلهيك عن المشاكل الحقيقية اللي موجودة في حياتك، وبس مجرد إلهاء لا أكتر ولا أقل. ده اللي بيحصل. السؤال اللي نفسي أسأله بس: حضرتك هتستفاد ايه من النقاش القائم بين عبد الله رشدي واسلام البحيري؟ طب السؤال التاني معلش، هل ده اول مره تحصل؟ ده حصل قبل كده. هل عبد الله رشدي ما عملش مناظره مع اسلام البحيري؟ لا، عمل مناظره مع اسلام البحيري. هل اسلام البحيري ما طلعش يتكلم قبل كده؟ طلع يتكلم. بقى له كام سنه؟ 5 6 7 سنين. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت. لكن طيب السؤال الاهم من كده، ده هيفيدك في ايه في حياتك؟ يعني مثلا هذا النقاش الموجود اللي انت هتسمعه، او هذه المناظره، انت تستفاد ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه والله، ولا حاجه، لان ده اصلا تم كذا مره. انت استفدت منها ايه؟ ولا اي حاجه. واحد يقول لك بقى لا ده ثوابت وعقائد. يعني حبيبي، الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه او النقاشات اللي موجوده فيها دي بقى لها 1400 سنه. 1400 سنه. الكلام اللي بيجيبوه ده مش كلام جديد مثلا ولا اول مره يتقال، لا اتقال كتير جدا كتير جدا، وترد عليه كتير جدا. ولو اي واحد في اي حاجه عايز يشوفها هيشوف ده وده. ده بيقول رايه على اليوتيوب، وده بيقول بينقضه على اليوتيوب، والتاني بياخد الكلام اللي قاله وينقضه على اليوتيوب. ده لو واحد فاضي يعني، فهيلاقي الكلام مردود عليه بدل المره مليون مره، والرد مردود عليه بدل المره مليون مره. فمعلش بس، ايه التغيير اللي حصل يعني؟ انا بصراحه مش قادر افهم ايه التغيير اللي حصل. انت هتستفاد ايه؟ هل القضايا كلها انتهت؟ يعني احنا ما عندناش اي قضيه في حياتك او قضيه حقيقيه تستاهل ان احنا فعلا نناقشها ونشوف لها حل؟ الحقيقه لا. عندنا كتير قوي من القضايا اللي ممكن نشوف لها حل، وقضايا المشاكل كبيره جدا، وحاجات كتير قوي. حضرتك بقى فاضي وسبت كل ده ورايح لقضيه اصلا انت مش مهتم بيها ولا هي مأثره في حياتك، وقضيه تناقش يعني بدل المره مليون مره، وهتروح وتلاقي الرد والرد المقابل عليها والرد على الرد والرد على الرد. كل اللي بيحصل ده يا جماعه هو الجدل البيزنطي الذي لا يفيد ولا يضر، مجرد نقاش فقط لتضييع الوقت لا اكتر ولا اقل.